عز وجل أن يكفينا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. أخونا يوسف القرضاوي نسأل الله لنا وله الهداية، له فلتات كثيرة جدا كأخيه في الحزبية محمد الغزالي، فهم إذا وقفوا أمام نصوص شرعية صريحة لا قبل لهم بردها تأويلا نسفوها من أصلها جذريا. ونحن كنا نجتمع مع الغزالي والقرضاوي في المجلس الأعلى في المدينة المنورة، وكنا نتناقش ونتناصى بقدر الإمكان والله المستعان، فنجد منهم مثل هذا الانحراف الذي نجده مقروءا اليوم مطبوعا في كتبهم. يكفي مثالا لاتباع هؤلاء لأهوائهم إما تأويلا وإما إنكارا للنصوص الصحيحة الثابتة عند العلماء. المقصود لأنهم وضعوا خطة لتمييع الإسلام، بس النية طيبة، وهو جلب المسلم إلى الإسلام، والواقع هو إبعادهم عن الإسلام. حديث أجمع علماء الحديث على تصحيحه، واتفقوا كلهم جميعا في الرد على ابن حزم الذي ضعف حديث البخاري: لا يكونن في أمتي أقوام يستحلون الحير والحرير والخمر والمعازف يمسون في لهو ولعب ويصبحون وقد مسخوا قردة وخنازير. ابن حزم لا يقاس به غيره من أمثال هؤلاء الكتاب، لأنه في الحقيقة كان رجلا عالما، لكن لكل جواد كبوة بل كبوات. المقصود ابن حزم غلا في هذا الحديث من الناحية العلمية، كان له وجهة نظر وهو مخطئ مع ذلك، لكن غلواؤه يعني أخرجه عن الاعتدال في النقد الحديثي، لأن أي حديث يجد فيه عالم علة حسبه أن يقول أن هذه العلة تمنع من تصحيحه. أما أن يقول إنه حديث موضوع هذا غلو، وقع في هذا الغلو ابن حزم. قال موضوع؟ نحن نقدم له عذرا لما ذكرنا آنفا، لكن ما بال القرضاوي وأمثاله يجدون كل علماء الحديث الذين هو يؤمن بهم يردون على ابن حزم تضعيفه، ليس حكمه بالوضع فقط، تضعيف للحديث، ثم هو يضرب بأقوال هؤلاء الأئمة الحفاظ عرض الحائض وبيقول قال ابن حزم حديث موضوع. هؤلاء جعلوا دينهم أهواءهم مع الأسف الشديد، فهم لا يخضعون أهواءهم للشرع لما ذكرته آنفا، إما تأويل وإما تعطيل، إما التأويل وإما التعطيل. فاحتجاج بفعل هارون عليه السلام من أعجب ما نسمع في هذا الزمان. هذا ذكرني أنني قرأت يا أستاذ في مذكرات الشيخ محمود الصواف التي نشرها في جريدة المسلمون على حلقات، ينقل عن الشيخ حسن البنا رحمة الله عليه أنه لما أتوا إليه من العراق فقال
الشباب العراقي اعملوا مع الشيخ محمود الصواف، نحن نريد الإسلام بأي لباس. هذه الكلمة كأنهم تلقوها عن الشيخ. ما قال لك هذا شيء قديم. نعم، نريد الإسلام بأي لباس. الله. كلمة الشيخ حسن الأكسدين الأستاذ يعرف يعني الحقيقة. لا شك. على كل الطرق يقول الإسلام مثل الفيل. كيف؟ يقول كالفيل الكبير. عفوا شيخ، وناس عمي يمسك. تعيد الكلمة أنت سمعت يعني. يقول عن الجماعات صوفية وغير صوفية، يقول الإسلام كالفيل الكبير، والناس عمي، واحد يمسك دير يقول هذا فيل، واحد يمسك يقول له هذا فيل، واحد يمسك زلمته يقول هذا فيل. هذا من كلام الله يا سيدي. كلام من؟ حسن البنا الله يغفر له. الشيخ البنا جايب أوراق ومجلات وجايب الرسالة تبعتك. نعم. فحابب إنه الرسالة تقرأها. الشيخ وديت له منها أنت الشيخ ناصر؟ هذا يعني نحن كنا مسافرين. خذ اقرأ مشان هو بده رأي الشيخ في الموضوع.